لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو شايف حلمك قدامك فكر دايما برا الصندوق. لو شايف حلمك لسه بعيد ابدأ خطط له ومد الايد. لو شايف حلمك لسه بعيد ابدأ خطط له ومد الايد. خد خطوة بخطوة هتوصل له، ما هي اصل الدنيا غروب وشروق. فكر دايما برا الصندوق. مين فينا ما حسش يوم باليأس؟ بص لبكرة وسيبك من الأمس. مين فينا ما حسش يوم باليأس؟ بص لبكرة وسيبك من الأمس. لو ليلك طول بكرة في شمس، ده الحلم في بحر الأيام طول. فكر دايما برا الصندوق. لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو شايف حلمك قدامك فكر دايما برا الصندوق. فكر دايما برا الصندوق. مشاهدينا الاعزاء، مساء الخير من اسكندريه. بنحيي حضراتكم حلقه جديده من برنامجكم الشبابي برا الصندوق. كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا النهارده عاملين حلقه جميله ان شاء الله تكون مفيده كمان، بعنوان الاحتفال بعام قبطي جديد 6267. النهارده ان شاء الله راس السنه المصريه. نستقبل عام مصري جديد كل سنة، وكل المصريين بألف خير ومحبة. هو بالمناسبة اسمه عيد النيروز، وبداية عام مصر جديد هو من أول تقويم وضع في العالم. هيرودوت قال، وطبعا كلنا عارفين أنه هيرودوت هو مؤرخ إغريقي، قال قبل الميلاد بحوالي 3 قرون عن التقويم القبطي المصري. وقد كان قدماء المصريين هم أول من ابتدع حساب السنة، وقد قسموها إلى 12 قسما بحسب ما كان لهم من المعلومات عن النجوم. ويتضح لي أنهم أحذق من الأغارقة اليونانيين، فقد كان المصريون يحسبون الشهر 30 يوما ويضيفون 5 أيام إلى السنة لكي يدور الفصل ويرجع إلى نقطة البداية نفسها. ده يخلينا كمصريين نكون فخورين بتقويمنا المصري القديم ونعرف عنه أكتر، بما أن يعني هذه المناسبة إن شاء الله تكون سنة سعيدة على كل المصريين يا رب. ضيوفنا اللي بيشرفونا بالحضور النهاردة علشان نتكلم في هذا الموضوع، أولا دكتور أنطونيوس نخلة، هو محاضر بمعهد الدراسات القبطية بكلية الآداب جامعة اسكندرية. أهلا وسهلا يا دكتور، نورنا. ميرسي. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك والسادة المشاهدين طيبين. ومعنا كمان الأستاذ ميلاد نبيل، باحث دكتوراه في تاريخ الأقباط بمعهد الدراسات القبطية بكلية الآداب جامعة اسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا وكل سنة وانتم طيبين. في الأول يعني احنا السنة القبطية مش كتير نعرف يعني تفاصيل عنها، إلا يعني بعض الحاجات اللي يمكن ممتعة شوية أو فيها فرح شوية، يعني هنتكلم عنها بعدين. احنا عدد أشهر السنة القبطية إيه يا دكتور؟ هو بس احنا هنخش في نقطة احنا عارفينها وبنعيشها، بس احنا ما نعرفش ان احنا بنعيشها. يعني لو رحنا للفلاح اللي بيزرع الأرض، لو مشي على التقويم الميلادي مش عارف يزرع الأرض. لكن هو بيمشي على التقويم القبطي. فهنلاقيه ان هو عارف الشهور القبطية، ممكن يكون اكتر ما هو عارف الشهور الميلادية.
لان ده مرتبط بالشغل بتاعه اللي هو يعني السنه القبطيه اكتر من السنه الميلاديه. يعني احنا فعلا اللي احنا عارفينه، ودي الشيء المبهج في حياتنا بالزبط. انه الفلاح والصياد المصري له علاقه كبيره بالتقويم القبطي والاشهر القبطيه. يعني لو جينا قلنا له عايزين نزرع اقول لك يلا بينا في توت، لكن لو جيت قلت له في كيكه عايز ازرع هيقول لي ما ينفعش، البرد ساقع فهيبوظ لي الزرعه بتاعتي. راح يقول حاجات تانية كتير هيقول مأثورات كتير. هيقول مأثورات بس انا قصدي يعني بالتبسيط كده هو عارف هيزرع امتى، لكن مش هينفع اي شهر اقول له تعالى نزرع في الشهر الفلاني، يعني تعالى نزرع في يناير، هيقول لا ما ينفعش. يناير ده كياك فمش هينفع مثلا، او في جزء كياك وكده مش هينفع. فهم لازال احنا بنستخدمهم، لكن يمكن احنا في المدينه علشان ما بنحتاجش قوي التقويم القبطي فما بنستخدموش، لكن ده مش معناه ان احنا مش موجود، لا هو موجود ومستخدم. الصيادين نفس الحكايه، فهو مستخدم في حاجات ومش مستخدم في حاجات ثانيه. فدي النقطه الاولى. احنا دي النقطه الاولى. تمام. النقطه الثانيه التقويم القبطي دوت طبعا زي ما حضرتك قلتي احنا دلوقتي بقاله 6267 سنه. ما اتغيرش فيه حاجه، عكس التقويم القبطي اللي اتغير وحصل فيه فرق ايام، جمله قلنا في فرق حسابات. تمام. فاتغير، شالوا كده عدد ايام من السنه، يعني حد مثلا لو قلنا النهارده 11 شالوا 10 ايام فقال لك على طول بقينا 21. ففي ايام اتشالت منه. تمام. لكن القبطي فضل شغال مظبوط. ليه؟ لان المصري القديم لما جه حسب مظبوط، قال لك احنا عندنا 12 شهر وفاضل عليه كل شهر 30 يوم ثبتها. تمام. طب فاضل 5 ايام وربع، قال لك اعمل لهم شهر لوحده فيبقى عندنا 13 شهر. وكل 4 سنين الربع يوم ده بقى يوم. فيبقى عندنا الشهر ال 13 ده يبقى مره 6 ايام كل 4 سنين. تمام. احنا كان تقويم متعلق بالتراث والثقافه المصريه، بالهويه المصريه. هو بدايه التقويم القبطي ترجع للمصري القديم، لان المصري القديم يعتبر اول انسان على وجه الارض قدر يعمل تقويم ويؤرخ للسنين بتاعته. تمام. ففي سنه 4241 قبل الميلاد بدأ يعمل تقويم. طب عمله ازاي؟ ان هو لاحظ انه في نجم اسمه نجم الشعري اليمنية، والنجم ده سنويا قبل شروق الشمس بيظهر. فربط بيه ان ممكن طالما النجم ده سنويا بيظهر يبقى انا اعمل تقويم سنوي. واعتمد على التقويم ده ومشي عليه. ده طبعا جنبا الى جنب مع التقويم الثاني اللي هو اخده. ايه هو؟ ان هو يؤرخ بسنين حياة وحكم الملك. وليكن مثلا الملك رمسيس الثاني عمل معركة اسمها معركة قادش، فيقول مثلا قامت مصر بمعركة قادش في اليوم الأول من الشهر الثالث من السنة ال10 لحكم الملك رمسيس الثاني. فبقي ماشي بالتقويمين، التقويم النجمي والتقويم اللي بيرتبط بتاريخ وسنين حكم الملوك. تمام. بعد كده لحد سنة 284 ميلاديا كان عدى بقى التاريخ الفرعوني، وبدأت مصر تاخد الطابع اليوناني أو يسيطر عليها الحكم اليوناني ثم الحكم الروماني. لقينا أن الحكام الرومان بيضطهدوا المسيحيين أشد أنواع من الاضطهاد. بس كان أكثرهم الحقيقة كان الإمبراطور دقلديانوس، اللي بيعتبروه في التاريخ أنه هو عاشر واحد اضطهد المسيحيين، وأنه اضطهادهم بشدة أكثر من التسعة اللي سبقوه. عشان كده هو أشهر واحد وأشهر واحد. عشان كده الأقباط أخذوا من بداية حكمه 284، هو استمر من 284 لحد 305، بس أخذوا من بداية حكمه تقويم ليهم وسموه تقويم الشهداء. يعني يعتبر صفروا العداد زي ما بنقول كده، صفروا الأعداد بتاع التقويم المصري القديم وكملوا عليه بنفس أسماء الشهور المصرية القديمة اللي هي توت بابا هطور لحد الشهر الصغير اللي هي النسيم. لا احنا ممكن نعرف الاشهر بقى اسمائها. تمام. اسماء الشهور ليها مرجعيه مصريه قديمه. يعني هي مش وليده التقويم القبطي، انما هي وليده التقويم المصري القديم. فكل اسم شهر بيرجع لاله او معبود كان في مصر القديمه. وليكن مثلا شهر توت ده بيرجع للاله تحت، وده كان شخص مشهور بان هو حكيم في منطقه الاشمونين في ملاوي. بعد كده المصريين بداوا ان هم ايه يعني يعتبروه اله للحكمه، فمن تحت او جحوتي جه الاله توت اللي هو منه شهر توت. مثلا شهر بابا او بابي هو من اله حابي اللي هو اله النيل عند المصري القديم. وهكذا شهر امشير اللي هو اله الزوابع في مصر القديمه. فالشهور كلها ليها مرجعيه مصريه قديمه.
فالأقباط على حسب البيئة كمان. على حسب البيئة طبعا. وعلى حسب الظروف الطبيعية اللي حواليهم. لأن هو زي ما قال دكتور أنطونيوس كانوا مرتبطين من أيام المصري القديم بالزراعة. فالزراعة كانت مسيطرة عليهم حتى في مسميات الشهور. لما جم الأقباط يعملوا تقويم الشهداء اللي هو من 284 ميلاديا مستمر لحد النهارده، بدأوا يستخدموا أسماء الشهور القديمة بنفس مسمياتها. ويبدأوا يصفروا الأعداد ويبدأوا التقويم بتاعهم. تمام. لو حد سألك متى بدأ التقويم القبطي؟ الإجابة المختصرة إيه؟ 284 ميلاديا. تمام. وإيه التطورات اللي طرأت عليه حتى يومنا هذا؟ في تطورات كتيرة طرأت عليه. لأنه مثلا في القرن ال19 وتحديدا سنة 1875 كان اللي بيحكم في الوقت ده الخديوي إسماعيل. فالخديوي إسماعيل حب إنه عشان أعمل امتيازات للأجانب وأهتم بيهم، طبعا كان في التقويم الهجري اللي لا غنى عنه من وقت دخول العرب مصر. فكانت مصر ماشية بالتقويم الهجري والتقويم القبطي اللي هو تقويم الشهداء. فقال لا، احنا مرادة للأجانب هنخلي بدل التقويم الشهداء التقويم الميلادي. ومسكنا في التقويم الميلادي وقتها. جت بعد منها ب10 سنين لجنة في أسيوط اسمها لجنة إحياء التاريخ القبطي، طلبت الدولة بأنه ليه ما نرجعش ناخد تقويم الشهداء، ده تقويم مصري أصيل. فالدولة وافقت. اللي هو احنا بنقول عليه القبطي، اللي هو التقويم القبطي. نعم. ممكن نقول تقويم قبطي أو تقويم الشهداء. تمام. فالدولة وافقت، وبيه بعدها بيؤرخ لأي حدث أو على أي مجلة أو جريدة بالتقويم الميلادي الغربي والتقويم الشهداء اللي هو القبطي والتقويم الإسلامي العربي اللي هو التقويم الهجري. شوف الثراء الديني يعني والإنساني الثقافي. يعني مصر فعلا ثرية بتاريخها يعني. جميل. طيب احنا مظاهر الاحتفال النهارده ايه؟ في مظاهر احتفال؟ هل في صيام ولا ايه؟ او جاي بعد الصيام؟ احنا لسه صيام قدامه شويه. احنا لسه قدام شويه بس احنا لسه مخلصين صيام العذراء 22 اغسطس. بناخد زي فتره كده بريك شويه لحد يوم 25/11 نبتدي بقى الصوم الصغير او صوم الميلاد. تمام. في الفتره دي بس بنصوم 4 وجمعه زي اللي هو التقليدي العادي. بالظبط. زي اثنين وخميس في 4 وجمعه الصيام. بالظبط. هو الحلو ان المصري طول عمره مرتبط بالتدين. يعني حتى نقدر نقول ان هو الباحث عن الاله دايما. حتى كان موحد بالالهه، ده موحد بالاله ده حتى قبل ما يعرف الانبياء او كده. هو طول عمره بيعبد اله واحد. يمكن الناس ما تعرفش المعلومه ديت، فده تاثر بيه لغايه النهارده. لا فعلا صحيح. بالظبط. لا بس في ناس بتفتكر ايه ده كان عنده الهه كثيره. التوحيد بما ان احنا جبنا سيره المنيا اخناتون كمان. بالظبط. فالمصري طول عمره مرتبط بالله او عنده الحته الروحيه او الحته الدينيه او ده النزع الديني ده. فدي نقطه مهمه جدا لازم نعرفها. فطبيعي بعد كده التسلسل بتاعنا هيبقى سواء انا مسيحي او مسلم انا عندي الارتباط الديني موجود. تمام. الاحتفال بالنسبه مثلا ده في كل الاعياد زي ما المسلم بيروح المسجد احنا المسيحي بيروح الكنيسه. ده في صلاه. تمام. الحاجه بقى الثانيه الحاجه التراث الشعبي. هما ان احنا اخدوا الفاكهه وقال لك طب ما نديها رمزيه كده علشان ايه؟ نربطها في عقل الناس. فكان بص على الفاكهه اللي موجوده لقى البلح الاحمر مثلا. فقال لك اللون الاحمر بلح بتاع المدارس. ايوه بتاع دخول المدارس. فقال لك البلح ده لو احنا بصينا عليه لونه احمر شبه دم شهداء. هو صحيح. ليه اختار الحته دي؟ قال لك واحد اول يوم ده يبقى سنه الشهداء. احنا ككنيسه قبطيه عايزين نرجع لتاريخنا القديم بس عايزين نربطها بحته روحيه هي الشهداء. قال لك احنا هنحتفلها دي سنه الشهداء. صحيح. فايه اللي هيربط بالشهداء؟ اللون الاحمر لون الدم. القلب ابيض رمز ايه؟ النقاء البياض والطهاره. الله. طب البذره الناشفه رمز الايمان القوي. الصلابه. بالظبط. فمن هنا اخذنا نقطه ان افتكر دايما وانت بتاكل ان كان في حد مؤمن بالله وموحد بيه وقوي في ايمانه فانت لازم تمشي على نفس الخطه. تمام. بس فاخدنا كده اخدنا الجوافه برضو نفس الفكره القلب الابيض الطاهر لون الابيض. نفس الوقت البذر الناشف ده الصعاب. اكيد صح. كانه برضو نفس الايمان القوي وان هو ثابت في الايمان يعني. جميل. والقلب اللين كده. جميل جدا. في مصطلحات ارتبطت بالتقويم المصري او القبطي زي التقويم القبطي والشهداء واحنا بنقول عليه كمان النيروز وده غير النوروز الفارسي لانه وقته بيبقى في الربيع.
طيب عايزين تفاصيل اكتر. هي راس السنه القبطيه مختلفه شويه عن راس السنه الميلاديه. راس السنه الميلاديه احنا بنحتفل بيها يوم 31 ديسمبر. انما راس السنه القبطيه هي بدايه السنه القبطيه، يعني النهارده راس السنه القبطيه لسنه 1742 للشهداء. فيبقى النهارده 1 توت، يعني غرة أول شهر من شهور السنة القبطية. النهارده 1 توت. النهارده 1 توت. يعني نقدر كل سنة وانتم طيبين. ده بالنسبة للتقويم القبطي. معنى كلمة نيروز اللي هي راس السنة القبطية هو زي ما حضرتك قلتي، ما ينفعش أربطه بالأصل الفارسي، لأن كلمة نوروز أو نوروز اللي كانت موجودة في الفارسي رجعنا بعد كده لقينا إن هي قصدها أو قصد اللغة الفارسية بيها شم نسيم، اللي هو فكرة معنى كلمة نوروز اليوم الجديد، عيد الربيع. طبعا كتير قوي من المؤرخين يقولوا ممكن يكون أصلها سورياني معناها العيد. ممكن يكون أصلها مثلا يوناني أو إغريقي ومنها جه الإله نيلوس اللي هو إله النيل. نيلوس فتحرفت نيروز. وفي طبعا مرجعية كتير من المؤرخين يقولوا إن هي من الأصل القبطي نيارؤو، معناها النهر الكبير. الله. نيارؤو النهر الكبير. لكن في مرجعية أكتر دقة لده وأكتر توثيقا، هي إنه الكلمة نفسها مصرية قديمة. كانت بتتكتب بالهيروغليفية، بس كانت بتتنطق ناروج أو نيروج. معناها الازدهار. جميل. على اعتبار إن الفترة دي هي فترة الفيضان. فالفلاح بيقدر زي ما قال دكتور، يعني بيقدر إن هو ينزل أرضه وخلاص بقى عنده وافر من المية يقدر يستخدمه في الزراعة، فتبدأ بقى معاها مرحلة الازدهار الزراعي. جميل. أنا عايزة أعرف مظاهر الاحتفال برأس السنة عند المصريين. المصري بطبيعته محب للطبيعة. احنا اصلا زراعي، بلد زراعي، فكان يطلع على الحقل، يخرج يتفسح وسط الغيطان. زي ما احنا بنعمل في شم النسيم كده، الناس تطلع الجناين تفرش في الجنينه، تاكل فسيخ مش عارف ايه، ونفس الحكايه هو بيطلع يتفسح في الغيط، يطلع الحدائق. طبعا احنا دوله يعني مدينه ساحليه، فنطلع على البحر. فهي نفس والفن المصري القديم اتاثر بالعيد ده طبعا، او براس السنه. بص، انا نفسي الناس وهي داخل المعبد او داخل المتحف تبص الرسومات المرسومه. هو ما بيرسمش اي حاجه هباء. هو بيرسم كل حاجه في حياته اليوميه عشان يوثق. يعني زي ما احنا النهارده بنتصور وننزل على السوشيال ميديا صوره احتفالنا، عملنا كذا، سوينا كذا، هو كان بيحتفل بس بيلزقها على الحيطه. يعني فنلاقيه مثلا ايه في زراعه يوري لك مثلا ان هو بيجني الثمار، بيبذر البذور، الحيوانات اللي بيستخدمها مثلا زي الطور، زي الحمار، وفي وقت الجني ايه الادوات اللي بيستخدمها. فهو كان بيعمل نفس الحكايه ويسجلها على جدران المعابد. وده اللي خلانا نقدر نعرف المصري القديم كان عايش ازاي، كان بيستخدم ايه من ادوات، كان ايه الحيوانات اللي بيستخدمها. يعني مثلا الحصان ده ما كانش بيستخدم في مصر، بس دخل بعد كده فابتدى يوثق الحكايه دي عشان عرفنا بعد كده ان من خلال الرسومات او النحت اللي موجوده على جدران المعابد، منها ان الحصان دخل متاخر. فابتدينا نقدر نتابع زي كده ايه، ما بنشوف بروفايل حد على النت، هي نفس الحكايه. لما نبص على جدران المعابد نقدر نعرف ايه التطور اللي حصل. احنا من زمان بقى، احنا عندنا موضوع الشيرنج ده بالظبط 6000 سنه قاعدين بنشير. بالظبط. ولسه هو اكتر يعني. ولسه بالظبط. بس يعني القدماء ما عطلهمش الكلام ده يعني عن العمل، ولا احنا كمان يعني الحقيقه يعني. بس احنا بنحب ان احنا نذكر خير ربنا علينا، وبنحب ان احنا نوري حياتنا الجميله. واعتقد انه يعني ناس كتير بتحب أسلوب حياة المصريين، سواء على الآثار أو دلوقتي. الأسلوب نفسه بيفرق. أنا عايزة أسأل على الآثار القبطية اللي موجودة في اسكندرية. لو حضرتك كده يعني استحبتنا في جولة تقول لنا إيه؟ لا، لو هنتكلم على الآثار معانا دكتور أنطوني. خلاص يا دكتور أنطوني، كفيل بنتكلم في ده أكتر. اتفضل يا دكتور. طبعا أشهرهم لو احنا نزلنا النبي دانيال هتلاقي الكنيسة المرقسية اللي هي مدخل من نبي دانيال ومدخل من شارع كنيسة الآباط. فالكنيسة ديت من أقدم الكنائس اللي موجودة، واللي طبعا تاريخيا بيقال إن هي كانت موجود فيها بيت إنيانوس اللي أول واحد بشر للمسيحية. تمام. فدي أشهر كنيسة. الكنيسة المرقسية دي بالظبط يعني في العالم كله. لفترة لحد ما المقر البابوي اتنقل القاهرة، فدي من أشهر الأماكن. تاني أشهر مكان ويمكن دي الناس ما تعرفوش، منطقة أبو مينا اللي جنب دير ماريمينا. يعني الناس تعرف برج العرب تروح الدير، لكن ما تعرفش ان بعديه ب3 كيلو كان في مدينة بحالها، مدينة الرخام الأبيض، واللي فيها كاتدرائية عظيمة جدا على اسم القديس ماريمينا.
واللي كان فيها الجسد بتاعه واللي هو حاليا محفوظ في دير مريمينا. وكان الجميل بقى في المدينه دي ان كان فيها كاتدرائيه، كان فيها بيوت، كان فيها محلات. كانوا كمان بيعملوا زي قاروره كده صغيره. القاروره دي اكتشفنا ان هي موجوده في كل دول العالم، عليها القديس مريمين. يعني معنى كده ان كان في حج نقدر نسميه حج، او الناس كانت بتيجي تزور مريمينا وتاخد القاروره دي منها ميه او منها رمله من المكان كنوع من التبارك بالقديس وتسافر بيه بلدها. فده معناه ان الناس كلها كانت بتيجي مصر تتبارك من هذا القديس. صحيح، وتيجي اسكندريه كمان. بالظبط. احنا يعني اصل كبير يعني في المسيحيه. كان جنبيها بحيره مريوط، فكانت الناس بتخش من البحر على بحيره مريوط. فطبعا دلوقتي البحيره في الجزء ده جاف، ولكن دي كانت قريبه للبحيره، فده سهل طريقه الحج يعني. ايه التحديات اللي بتواجه المحافظه على هذه الاثار؟ لانه احنا يعني بلدنا ثريه جدا بالاثار، لكن بيواجهنا دايما تحدي انه هذه الاثار تبقى يعني ناس بيرتدوها ومرتبطين بيها. ايه التحديات؟ يمكن اعظم تحدي للاثار هو البني ادم. اكيد. وخصوصا لما مع الاسف يعني جهل الانسان بالتراث بتاعه وبالاهميه الكنز اللي عنده، فبيشوف انا ايه فايده الاثر اللي عندي، هو ما يعرفش. فطبيعي ان هو ممكن ياخد عمود من مكان ويمشي بيه يستخدمه في اي حاجه تانية. فده يدمر المكان مش يهتم بيه. طيب دي نقطه مثلا. اكيد في نقط تانية تحب حضرتك توضحها؟ التغيرات المناخيه اللي احنا عايشين فيها. اكيد. طبعا وزاره الاثار بتحاول بس طبعا كل حاجه علشان تقدر ترممها تكلفه كبيره. بس في مجهودات جباره يعني. طيب الحضاره القبطيه يعني ايه اللي موجود منها لحد دلوقتي؟ اللغه، الفن، الموسيقى. يعني يا ريت نوضح للساده المشاهدين ايه اللي اصله قبطي ولسه موجود لحد دلوقتي معانا. الحضاره القبطيه هي امتداد للحضاره المصريه القديمه بنفس الشخصيه المصريه. يعني حتى تعقيبا على كلام دكتور انطونيوس، انه هيرودوت لما جه زار مصر زارها في العصر المتاخر، الاسرات ما بين 21 و 30 في التاريخ الفرعوني، فكانت الفتره دي كانت اصلا ضعف، فتره ضعف في السياسه، ومع ذلك قال ان الشعب المصري من اتقى الامم واكثرهم ايمانا. نفس الفكره التوحيديه دي فضلت مع الشخصيه القبطيه، وفضل موحد للالهه بان هو اله واحد. ده بالنسبه للدين. بالنسبه اللي اكتسبوا القبطي من الشخصيه المصريه القديمه كتير. يعني مثلا في اللغه هو كمل على اللي كان بيتكتب في ايام مصر القديمه. المصري بدا ان هو يتكلم باللغه المصريه القديمه ويكتب بحروف هيروغليفيه، ثم طورها الى هيراتيقيه، ثم الى ديموتيقيه. جه بقى المصري طورها كمان فبقت في القبطيه. فالقبطي هو نتاج التطوير للكتابه الهيروغليفيه ثم الهيراتيقيه ثم الديموتيقيه. بس عشان يكتبها يعني زي ما قلنا قبل الهواء العصفوره الهيروغليفيه بدا ان هو الرمز ده هي ما كانتش يعني اتحول ان هي بشكل مختلف. هو قدر يتحول بالشكل بدل ما هو يبقى مجرد رمز ويستغرق وقت في رسمه، لا لحرف. من الرمز للحرف. نعم. ده بالنسبه للغه، حرف الالفا لحد اخر حرف اللي هو حرف تشيما تي، اخر حرف في القبطيه، ان هم 32 حرف. استخدامات اللغه القبطيه دلوقتي في الصلاه بس؟ بنستخدمها طبعا في الصلاه لانها لحد دخول العرب مصر كانت مستخدمه وكانت هي لغه الدواوين. لكن طبعا مع وجود بعد كده العرب، وكان لازم تبقى لغه الدواوين للاغلبيه اللي موجوده في مصر، فبقت اللغه العربيه هي اللي موجوده. بس المصريين برضو حافظوا على القبطي. احنا يعني لسه بنقول مصطلحات معينه. ايه هي بقى؟ لازم نراجع مع بعض. مصطلحات كتير قوي في اللغه القبطيه احنا بدانا ان احنا نحافظ عليها ونستخدمها. زي مثلا اسماء الشهور القبطيه، زي مثلا استخدامي للادوات اليوميه. كل الحاجات دي شامله على كلمات قبطيه. قولي كلمه لا زالت موجوده. يعني مثلا زي كلمه فوطه من فوتي، معناها منشفه في المصري القديم، فهو ما بعدش بيها خالص.
فلافل فلافل مصري قديم. هي الفول المطحون بالشكل اللي قدر يعمل بيه الفلافل، دي كلمه قبطيه. يبقى الفلافل مصريه، يعني مصريه مش محتاجه يعني خلاف بقى. احنا مسجلينها ولا لا في اليونسكو؟ لا دي مصري. ده مش بس اخذ اللغه وفضل محافظ عليها، ده كمان حتى فن العماره اخده من المصري القديم وبدا ان هو يكمل عليه في الايام بتاعت وجود الاقباط في مصر. يعني مثلا لما نتكلم على انه وجه رمسيس في معبد ابو سمبل الكبير تشرق عليه الشمس مرتين، مره يوم عيد ميلاده ومره يوم عيد جلوسه على العرش. تمام. دي فضلت موجوده في العماره القبطيه حتى انه كنيسه النهارده موجوده لحد دلوقتي في الشرقيه في منيا القمح. المذابح الثلاثه اللي باسماء قديسين ثلاثه بتشرق عليهم الشمس في اعياد القديسين دول في ايام محدده في السنه ما بتتغيرش. واذا كان المصري مثلا كان بيعملها فتشرق على وجه رمسيس تلت ساعه، لا ده في الشرقيه القبطي بدا يطور، فباشراق الشمس على المذابح يقعد لمده ساعه وربع. والفن كمان القبطي جميل، يعني طبعا كتير مننا بيتذوقوا. ادونا كده يعني نبذه عن الفن القبطي. يمكن الناس بتفتكر الفن القبطي واقف، ودي معلومه خاطئه. طول ما في اقباط فالفن القبطي مستمر. صحيح. وهو تاثر بالقديم وطور فيه. هنلاقي مثلا لو بصينا على عماره الكنيسه تمام، هو بنخش من مدخل وبعد كده زي ساحه وبعد كده الجزء المقدس اللي هو الهيكل. تمام. هنلاقي جوه الهيكل زي الحته كده نص دايره احنا بنسميها حضن الاب او الابس. تمام. هنلاقيها موجوده برضو لما جينا المساجد تمام استخدموها. المصري استخدمها في الثلاث حاجات دول. ودي بيرجع اصلا المصري القديم كانت موجوده في المعابد المصريه القديمه، وكان في الابس او حضن الاب ده كان بيجلس الملك. العرش بتاع الملك. هو اخذ نفس الفكره. المعابد لو دخلناها هنلاقيها مليانه زخارف ورسومات، هو يحب البهجه، يحب الرسومات وايقونات. فالمصري بعد كده بقى قبطي بقى مسيحي، فقال لك ايه انا متعود على الرسم وان انا ما اسيبش الحيطه فاضيه. فدخل جوه الكنيسه لا ازاي نسيب حيطه فاضيه؟ ما ينفعش. بالظبط. المصري القديم كان بيحب الطبيعه، فلما بقى قبطي مسيحي قال لك طب ما انا اخد رموز الطبيعه دي وادخلها جوه الكنيسه، فابتدى ياخد مثلا رمز زي العنب يقول لك احطه جوه، اخد حاجات من الطبيعه وابتدى يرسمها جوه الكنيسه علشان يحس يعني يفضل منتمي لطبيعته ومنتمي لاصله القديم. تمام. لازلنا بنشوف يعني الايقونات قد ايه مماثله للناس، حتى الايقونات الجنائزيه كمان يعني في الفن القبطي. والنسيج القبطي لازم حد يكلمنا عن النسيج القبطي. طبعا النسيج القبطي ده ما يميز مصر يعني عن العالم كله، ليه غرزه معينه طبعا ليها متخصصين فيها، ولكن نقدر نقول النسيج القبطي لو دخلنا اي متحف نسيج في العالم لازم هيجيب نموذج او حاجه بيتكلم يقول لك ده نموذج ده جاي من مصر. صحيح. يمكن الميزه ان هو مصر حافظت عليه نتيجه جفاف الجو يعني، فاحتفظ بيه، فتلاقي ده يقول لك يرجع للقرن الرابع وفي حاجات ترجع من ايام المصري القديم وازاي كان بيكفن بيه المصري القديم. فطبعا حاجه جميله خالص. وهو كمان ابتدى يطور عليه ان هو مش مجرد جلابيه انا بلبسها وخلاص، لا ابتدى يحط عليه رسومات ورمزيات زي ما تقول البهجه لازم والالوان تكون موجوده، والوانها طبعا مبهجه مختلفه عن بره خالص. طيب احنا لازلنا في الحضاره القبطيه، وفي اوقات كده معينه بنقف قدام حقيقتنا وتراثنا، خصوصا في الفن يعني في الموسيقى طبعا في الحضاره القبطيه يعني اكيد انتوا يعني اكتر مني قدره على التعبير عنها. يمكن من الحاجات اللي لفتت نظرنا كمان ايام موكب المومياوات وكده كان في ترنيمه جميله للفنانه اميره كانت باللغه القبطيه. اللغه المصريه القديمه. يعني نقدر نقول هيروغليفي. هي طبعا اللغه المصريه القديمه جواها عده خطوط. تمام. طبعا دكتور ميلاد يقدر يفسرها لنا اكتر. هنجي لك تمام. اخرها او اخر تطور ليها يعني زي ما قلنا كده العصفوره ده نقول ده الخط الهيروغليفي. هو عايز بعد كده يكتب بسرعه، عشان اقعد ارسم عصفوره وارسم طيور وارسم مش عارف ايه وخرطوشه بقى هتاخد وقت فابتدى يبسطها للحروف اللي احنا بنكتب بيها الالفا اللي هي بقت ايه بعد كده وهكذا. ده التبسيط يعني. تمام. ده اللي وصلناه في القبطي. تمام. هم ابتدوا يبصوا على النوت القديمه، ما هو برضو كحضاره لينا موسيقى يعني ناس بتغني الانغام القديمه. يعني الفلاح هو طالع الارض هتلاقيه بيدندن اغنيه وهو غصب عنه زي المصري القديم. الكنيسه برضو في نوت ولا هو من المقصور اللي هو الشفوي يعني؟
في كده وفي كده. فهو اخد طبعا مش نوتة زي ما احنا عارفينها الخطوط والحاجات، لكن طبعا الناس اللي دارسه موسيقى بتقدر تطلعها بسهوله. الكنيسه القبطيه اخذت الالحان واخذت النوع دي وشافت ما يتناسب معاها وابتدت تحطها جوه. ما انا باخد نوتة موسيقيه واشوف هل الموسيقى دي تنفع عندي ولا لا. فابتدى يحط الموسيقى جوه لان هو شايف ان الصلاه دي هتساعده ان هو يركز في الصلاه بالموسيقى. دي نقدر نقول عنها ترنيمه اكتر، ترنيمه اللي هي لسه موجوده بالظبط، ترنيمه او لحن. ولعل اشهر حاجه قديمه ونقدر كلنا يعني او اي متخصص في الاثار يقدر يقول ان دي مصري قديم هو لحن والغوصه اللي بيقال يوم الجمعه العظيم. هي فكرتها ببساطه ان هو كان زمان اللحن ده بيبقى حزيني بيتقال في وقت تجنيز الملك. وكان جنائزي للملك. فالكنيسه قالت لك طب ما دام اللحن حزين احنا برضو الجمعه العظيمه ده حزن على السيد المسيح لانه مات وسوف يقوم بعد كده، فاحنا ممكن ناخد نفس الفكره. فاخد نفس الالحان ورتب وحط عليها كلمات ليها علاقه بالديانه المسيحيه وابتدى يبقى لحن من ضمن الالحان الموجوده جوه الكنيسه. وهي دي اللي احنا سمعناها؟ لا مش هي. لا مش هي. تمام. حضرتك ليك اضافه شايفاك عايز تقول حاجه ثمينه. لا ابدا خالص، بس هو برضو الالحان ليها مرجعيه مصريه قديمه اكيد. انه فعلا زمان الدكتور انطونيوس كل لحن بيحوي، بس ما اخدش الكلمات، هو اخد نفس الموسيقى اللي بعد كده بدا ان هو يوفق عليها كلمات تخص الديانه المسيحيه. زي لحن غلغوصه والحان كتير قوي تخص يوم الجمعه العظيمه او احتفال المناسبات الكنسيه برمتها يعني كلها. طب ده يخليني اسال حضرتك ازاي قدرت الهويه القبطيه ان هي تساعد نفسها على ان هي تفضل متواجده عبر التاريخ؟ اصرار. يعني المصري عايز صحيح. يثبت ذاته صحيح. طول الوقت. مثلا جاله الاسكندر احتل مصر، قعد اليونانيين فتره عندنا، بعد كده الرومان، هو مصر ان يثبت نفسه طول الوقت. فإذا كان بتقويم هو هيعمل تقويم جديد يكمل على القديم. إذا كان بلغة هو هيبتكر طريقة جديدة يسهل بيها القديم بس مش هيستغنى عنه. يعني مثلا لما نيجي ناخد اللغة القبطية هي عبارة عن 32 حرف. هو أخذ المجمل بتاعهم 32 بس هم عبارة عن إيه؟ 25 حرف يوناني يناسب فترة الاحتلال اليوناني اللي هي موجودة عنده في بلده، زائد 7 من أصل ديموتيقي اللي هو شاي فاي خاي هوري جنجا تشيماتي. فهو كده اخذ اللغه اللي هي بتاعت المحتل، خلاص انا مرضيك وكل حاجه تمام، واخدت الاصول بتاعتي عشان ما بقاش فقدت الهويه. نفس الفكره في العماره، نفس الفكره في عموما في اصول الحضاره كلها. حتى سنته القبطيه والسنه الزراعيه هو متمسك بيها لحد دلوقتي. ما بالظبط، هو ده يعني اللي احنا لازم نتكلم فيه، لانه الطرافه في ان احنا يكون عندنا مأثور شعبي متعلق بكل شهر من الحكمة الشعبية كمان، ده يعني رائع. هو صحيح أغلبه متعلق بالجو بالطقس وبالزراعة، يمكن عشان كده احنا بدأنا في الكلام نتكلم على انه الفلاح والصياد المصري لازالوا متمسكين بالتقاليد القبطية. فنفتكر كده شهر توت. هو ربط كل شهر من الشهور ال13 بجملة توضيحية تلخص كل الشهر ده في الظروف الطبيعيه. يعني مثلا جه عند توت قال لك اروي ولا تفوت. طب ليه؟ ده فصل الفيضان، روح انت اروي ومش شرط ان انت كل شويه تفوت على الارض. طب ليه؟ لانه الارض محتاجه ميه كتيره في الوقت ده. شهر بابا اقفل، خش البيت واقفل البوابه. طب ليه؟ عشان خاطر في الوقت دوت بيبقى بدايه فصل الشتاء، فالدنيا بتبقى بدات تبقى برد. بعد كده مثلا ياخد الشهور اللي بعد كده هطور ابو الدهب المنطور او المنثور زي القمح وزراعته، لحد اخر شهر اللي هو النسيء. يقول لك النسيء اللي هو الشهر الصغير خلاص ما تنتهيش بانك تسيء. طب ليه؟ عشان ما تنتهيش السنه بانك انت اسأت لحد. فافتكر حد اسأت له وروح صالحه. تمام. يعني كل سنه وكل المصريين كل خير يا رب، وان شاء الله تكون سنه جميله على كل المصريين، وتكون فيها كل الخير علينا وعلى مشاهدينا الاعزاء. انا بشكركم عشان يعني في نواحي كتير ما كانتش واضحه وضحتوها لنا، واحنا سعداء ان احنا احتفلنا كلنا مع بعض مع مشاهدينا، واحنا كمان بنحافظ على هويتنا المصريه. كل الشكر يعني لضيوفنا الاعزاء الدكتور انطونيوس نخله محاضر بمعهد الدراسات القبطيه
بكلية الآداب جامعة اسكندرية. وكل الشكر أيضا لدكتور ميلاد نبيل أسفة، باحث دكتوراه في تاريخ الأقباط بمعهد الدراسات القبطية بكلية الآداب جامعة اسكندرية. تشرفنا بحضرتك. كل سنة وحضرتك، لا العفو، كل سنة وحضرتك والجمهور المصري كله بخير. بكده مشاهدينا الأعزاء نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ألف شكر لحسن المتابعة وإلى اللقاء. لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو شايف حلمك قدامك فكر دايما برا الصندوق، لو شايف حلمك لسه بعيد ابدأ خطط له ومد الايد، لو شايف حلمك لسه بعيد ابدأ خطط له ومد الايد، خد خطوة بخطوة هتوصل له، ما هي اصل الدنيا غروب وشروق، فكر دايما برا الصندوق، مين فينا ما حسش يوم باليأس، بص لبكرة وسيبك من الأمس، مين فينا ما حسش يوم باليأس، بص لبكرة وسيبك من الأمس، لو ليلك طول بكرة في شمس، ده الحلم في بحر الأيام طول، فكر دايما برا الصندوق، لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو شايف حلمك قدامك فكر دايما برا الصندوق، فكر دايما برا الصندوق.